هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الصغير، عيد الفطر المبارك. ان شاء الله الحلقه دي هنتكلم فيها عن موضوع حلو جدا محتاجين كلنا نتعلمه ونستفاد منه. واتكلمنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت عن ان هنطور نفسنا ازاي في حلقات تانية صغيرة، لان احنا قلنا ان الموضوع كبير قوي مش صغير. فان شاء الله تستفادوا معايا من الحلقة دي وتطلعوا منها باقصى استفادة. لو اول مرة تشرفوني في التشانل بتاعتي على اليوتيوب، انا هدى شاهين ودي التشانل بتاعتي. وبليز لو عجبكم الفيديو ان شاء الله دوسوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس علشان خاطر لو جه اي فيديو تاني نزلته تعرفوا على طول. يلا بينا الفيديو، يلا بينا. النهارده الحلقة بتاعتنا هنتكلم فيها زي ما واضح تحت في العنوان عن الألم. كتير قوي، ودي سنة الحياة طبعا، ان احنا نتعرض لمواقف بتضايقنا وتتعبنا، ومش بس بتضايقنا وتتعبنا، احنا بنتعرض هنقول عليها دروس الحياة. دروس الحياة احيانا ما بتبقاش سهلة وما بتبقاش بسيطة، علشان خاطر اسمها دروس الحياة. بتثقلنا علشان خاطر نبقى عندنا خبرة، عندنا وعي اكتر. فاحنا محتاجين نتعلم واحنا في دروس الحياة دي اللي احنا بناخدها هنمر بحاجة اسمها الألم. فاحنا محتاجين نتعلم ازاي نتعامل مع الألم ده. محتاجين انه مهما كان سننا صغير ومهما اشتد بينا الألم يبقى عندنا المهارة دي. وانا طبعا مهما اتكلمت عن الموضوع انا برضو لسه سن صغير ولسه هتعلم اكتر في ان انا اتعامل مع الحاجة دي. بس على الاقل الجزء اللي انا خدته من خبرتي في الحتة دي سهل عليا قوي المرحلة دي، لان كل ما الواحد اتعلم الحاجة دي بدري كل ما كان الموضوع اسهل، كل ما كان تقبلنا وامتصاصنا للدرس ده كان ابسط. دروس الحياة يعني اللي هي واسعة جدا، فراق بقى، نخسر شغل، لان كل الحاجات دي في الاول وفي الاخر بينتج عنها الألم. طب الألم بتاعي ده انا محتاجة اعرف وافهم الميكانيزم بتاع الألم. كتير قوي الألم ده بينتج بسبب الخناقة اللي بتحصل. لو كان الحاجة متعلقة بان انا اخد القرار ده حاجة عقلي عايزها لكن قلبي رافضها، او العكس قلبي عايزها بس عقلي رافضها، فهنا الألم بيحصل خناقة بقى. في خناقة قامت ما بين عقلي وقلبي، فأنا في النص بتألم علشان الحاجة دي ما تنفعش، او عشان الحاجة دي انا مش فاهم هي تنفع ولا ما تنفعش، او عشان هي تنفع بس في الاول وفي الاخر انا في خناقة. في الاول وفي الاخر انا في خناقة. طيب ده نوع من انواع الألم. خليني افهمك الخناقة دي بتقوم ازاي. فاحنا لما نفهم الخناقة دي بتقوم ازاي هعرف اتعامل معاها. فلما اقع في موقف انا الخناقة دي قامت هبقى عارف ان الخناقة دي قامت وهعرف اتعامل معاها ازاي. الخناقة دي بتقوم علشان خاطر زي ما قلت قلبي وعقلي بيتخانقوا. طب بيتخانقوا ليه؟ طب انا اعرف ازاي اوفق ما بينهم؟ ازاي افهم عقلي بيقول ايه وقلبي بيقول ايه وامتى ده صح وامتى غلط، علشان اعرف اسهل على نفسي اخد القرار فاتجاوز الالم ده بسرعة. ممكن القرار ده ينتج عنه الم، لان دايما الحياة بتحطك في مفترق طريق، يا ده يا ده يا ده يا ده. قرارات بناخدها فهنتحمل نتائجها، فالنتائج بتاعتها ساعات ممكن تكون مؤلمة وساعات لا. يعني احنا ممكن يكون ألم قصري دلوقتي بس بعدين اكتشف انه ممتاز، ده كان قرار صح. وهنا بيجي دور العقل. هو عقلك لما الخناقة دي بتقوم
القرار ده لو ما ينفعش، لو هو مش صح، لو هو قرار مش صح، عقلك هيقولك، بس عقلك قلبك طالما مرتبط بيه، وده اللي بيحصل في معظم العلاقات العاطفية. العقل رافض العلاقة دي وعارف انها ما تنفعش، بس القلب متمسك. طب انا ازاي اهدي قلبي؟ ما انا عايز الحاجة ومش عايزها، مش موافق على الحاجة وفي نفس الوقت موافق عليها. طب ما انا اعمل ايه؟ يعني ارتاح ازاي؟ اخرج من الحتة دي ازاي؟ العقل بياخد اول ما بيشوف الحاجة دي انها ما تنفعش، بياخد يوتيرن على طول ويلف ويرجع تاني. لا ده ما ينفعش. انا عقلي شايف، بيحلل الحاجة اهي، وبعت للمخ تمام وللعقل انه الحاجة دي مش هتنفع، الحاجة دي غلط، الحاجة دي مش صح، المكان ده مش مناسب ليك. بيحلل بناء على معطيات. تمام. والقلب بيتعلق مشاعر بقى وحب وذكريات وبتاع. فالقلب بياخد يوترن واسع قوي 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 على ما يستوعب الاوردر اللي العقل مدول. طب ما القلب بقى، طب ما يمكن مش عارف، طب ما احنا بنحبه، طب ده ما وعدنا، طب هو ادانا وعود، طب الذكريات، طب البيت اللي كان نفسها فيه، طب البيت اللي بنيناه، طب. ودي حاجة كويسة، لان العقل قراراته بتبقى ناشفة طف، ما فيهاش تفاهم. 1+1=2. لكن ربنا ميزنا بقلبنا. اكيد يعني اكيد انا مش هينفع اتغاضى عن اللي القلب بيقوله لي. مش هينفع اخد قرارات صك بس كده. فهنا انا اول ما اخد بالي من الخناقه دي، هبدا انا اقف بقى في النص. انا بقى هقف في النص. والله انا قلبي مثلا بيقول لي المشاعر والذكريات والايام والحاجات الحلوه، هدخل بقى عقلي في الموضوع. هل الذكريات دي كانت وقت حلو بس، ولا كان فعلا وقت حلو مبني على حاجات هتحصل قدام وبتحصل؟ يعني في حاجة بنخطط لها علشان خاطر الذكريات دي فعلا تبقى وثيقة او في رباط، لو الموضوع كخطوبة بس، ولا هي كانت مجرد احلام وقلبي متعلق بس على بعدين الاحلام والبيت اللي بنيه في خيالي. ودي يعني ما ينفعش طبعا ننكر ان دي ليها حلاوة وليها لازم حاجة تحترم، وانها حاجة احنا بشر لازم نحسها طبيعي، ولازم تزعلنا لما بنفارق ونمشي. بس ما ينفعش اربط نفسي، وهنا بقى الالم يعني بينتج الم الفراق والم التمسك الم عدم التخلي، بسبب ان انا عقلي عمال يقول لي انت قاعد ليه؟ ما هو الشخص اللي قدامك ده عمال يأذيك ماشي، وانت ماسك لي في شويه ذكريات بس او شويه وقت حلو بس. انا لازم احكم عقلي، يعني ابص هل فعلا الشخص ده كان مناسب فعلا؟ لا مش مناسب. عقلي هيقولك لا مش مناسب. طب يا قلبي مش مناسب ليه؟ علشان خاطر الشخص ده مثلا بيأذيني في 1 2 3، وكل واحد وكل كيس ومختلف عن التانية. مش بيصدق معايا في وعوده، كذاب، بيأذيني ايا كان الطريقه اللي بيأذيني بيها، فهو ستيل بيأذيني. طب هل الطريقه دي، هنا بقى القلب، يا قلبي انت عايز تديله فرصه، هل انت هتديله فرصه هيتعالج؟ لا، يبقى عقلي صح. هحكم بقى عقلي وامشي. وانا ماشي وشايف ان عقلي اداني الاوردر ده، وانا عارف بعقلي انه صح، بس قلبي لسه هناك. ابقى عارف ان القلب بياخد لفه طويله على ما يلف ويرجع تاني. فهنا البروسيس كلها في اي الم بيحصل بيقوم بسبب الحاجه دي، بسبب الخناقه دي، بسبب العقل والقلب. فانا لما افهم الخناقه اللي قامت ما بين عقلي وقلبي واسمع، هما 2، تخيلهم 2. اقعد مع نفسك كده وتخيل ان الخناقه دي 2، القلب والعقل 2 قاعدين قدامك وانت الحكم في النص. لما تتعلم الطريقه دي حاجات كتيرة هيحصل قلق، يعني طبيعي يحصل ألم. أنا مش بقولك انك هتقضي على الألم، انت هتتعلم ازاي تتعامل مع ألمك.
وكل مرة هيحصل فيها ألم، وكل مرة هيحصل حاجات تضايقك وهتتعلم ازاي تعمل الحاجة دي. أول مرة هيبقى الموضوع خناقة، هي بجد خناقة. يعني 2 قاعدين قدامك بيتخانقوا وكل واحد فيهم شايف ان هو صح وانا صح وده صح، انت حكم في النص. احيانا كتير في الاول هتميل ناحية قلبك، واحيانا كتير المخاوف اللي جوه الانسان هتخلي عقله بناء على التجارب القديمة، عقله بيحكم على التجربة دي بناء على سواء تجربة شغل، تجربة صحاب، تجربة علاقة عاطفية، ايا كان. الانسان عبارة عن تجارب، عن حاجات العقل بيخزنها. فاحنا الحاجة التانية واحنا بنتعامل مع الألم بتاعنا ناخد بالنا من الحاجات اللي عقلي مخزنها ومن التجارب القديمة، ومحكمش بس على التجربة من خلال التجربة دي. انا مريت بالتجربة دي اتعلمت منها، انا مريت بالتجربة دي وعدتني وفتحت عيني على حاجات، بس ما بقاش لابسه نضاره التجربه دي بس. ما ينفعش ابقى لابسه نضاره التجربه دي بس وماشيه بقى كل علاقه عاطفيه اصل فلان كان بيعمل فانا بناء عليه هعمل كذا. انا بمر بالتجارب عشان هي دروس، علشان لما انت تتعلم تعمل. لما احنا بنيجي بناخد دروس في الحساب والطرح والجمع والضرب، بنتعلم نجمع ازاي، بنتعلم نطرح ازاي، مش بنتعلم 1+1=2 بس. لا، انت اتعلمت المسألة الطريقة عشان لما يجيلك 17+18 يساوي كام، 27+28 يساوي كام. انت اتعلمت عملية الجمع، مش اتعلمت المسألة بس. فانت لو فضلت باصص على المسألة بس، انت رؤيتك هتبقى عاملة كده، محجوبة كده، مش هتبقى فاهم التجربة بشكل أوسع. إنه أنا المفروض كنت أنا لما دخلت العلاقة دي اتعلمت كذا، وإن أنا المفروض أتعلم من خطأي ده. هنا بتكمن التجربة. بص للألم على إنه تجربة، بص للألم على إن زي ما أنا قلت في الفيديو اللي فات، إن الذهب والفضة والمعادن الغالية قوي دي علشان تاخد شكلها الجميل ده بتتحط في درجات حرارة عالية جدا وبتنصهر بطريقة عالية جدا علشان تاخد شكلها الجميل ده. بتتعرض للحرارة والانصهار والحداد اللي بيعملها او الجواهرجي او صانع المجوهرات دي بجد بيعرضها لحاجات كتير عشان تاخد بس ثانية، تاخد بس شكلها الجميل الجذاب اللي بيتعرض ده. فالتجربة المؤلمة هي كده. فانت لو بصيت لها على انها مجرد بس تجربة مؤلمة ومشتتاك وتعباك ومعذباك وألماك، مش هو ده اللي المفروض يعمله الألم فيك. بص للألم على انه هو المدرسة بتاعتك. ما تبقاش تخش في حتة تانية على دور الضحية، ده انا بعاني، ده انا بتعذب، ده انا اللي فيا مش في حد. بالعكس، انت اول ما التجربة دي تمر بيك زي الامتحان. لما بنخش امتحان بنذاكر كويس قوي، واحنا بنذاكر كويس قوي وداخلين الامتحان احنا عارفين انه ممكن يحصل حاجة مش متوقعة، مسألة احنا ما ذاكرناش حاجة، مش موارد، يعني ما وردتش علينا في الكتاب اللي احنا مذاكرين منه. بنفكر، بنشغل دماغنا ونبدأ نلاقي حل. فالطريقة اللي انا لسه قايله عليها من شوية بتاعت ان احنا نقف في النص كحكم، نشوف عقلنا وقلبنا بيقولوا ايه، واحنا نبقى حكم في النص، ناخد من هنا حاجة وناخد من هنا حاجة علشان خاطر نطلع في النص بحل يرضينا. تمام؟ ممكن 100% ما يرضيكش، ممكن جزء، يعني احتمال كبير جدا تتألم بناء على اتخاذك للقرار ده، بس حل. اتعاملت مع الألم. دلوقتي ممكن تاخد ألم لو هو قرار مثلا انفصال،
هتاخد طبعا بناء على انك انت، احنا بني ادمين، مش هقولك الصبح اصحى انسى، بس هناخد وقت لحد ما القلب ياخد لفته ويرجع ويهدى كده ويقول ده كان معذبنا، ده كان مش مناسب. او العكس، انا ممكن اكون عقلي موافق على الشخص اللي قدام ده، بس قلبي مش حابه، مش مستظرف، لا مش لذيذ. لما انا اقعد مع الشخص ده واديله فرصه مره، في التانية، في التالتة، هستوعب ان اللي قدامي قلبي بدأ يبقى لطيف، وقلبي بدأ يبقى حنين. طب ما هو كويس اهو، طب ما ممكن نديله فرصه فعلا. وهنا يكمن دورنا احنا الحكم. مش عايزه اتكلم في النقطه دي كتير، بس هي فعلا هي دي الطريقه اللي انا بتعامل بيها. يعني عن نفسي انا، لما بتمر معايا مشكله، هي دي الطريقه اللي بتعامل بيها ايا كانت المشكله ايه. حتى الشغل بينتج عنه الم، حتى الشغل بينتج عنه اختيارات، حتى الشغل فيه خناقه ما بين القلب والعقل، ما بين القيم والمبادئ وما بين اللي انا عايزه. برضو بحط نفسي في اختيارات، في ألم. لازم اتعامل مع ألم ازاي. ما اتعلمتش زي ما قلت اتحكم ازاي في عقلي وفي قلبي، واحيانا بيبقى فيه ألم خافت مستمر شغال، بس بناء عليه انا في منفعة كبيرة انا باخدها، لان هي دي سنة الحياة، هي دي الحياة. انا لو تخيلت ان انا 0 100% ألم، انا كده دخلت الجنة، انا كده دخلت الجنة. والجنة مش على الارض. انا بخلق جنتي بايدي هنا في الارض. جنتي ان هي ايه؟ ابقى عندي قناعة، ابقى عندي اتسلح كويس، يبقى عندي سلاح كويس قوي، اعرف ان انا لما اتألم اعرف اعمل ازاي، اعرف ابص لنص الكوبايه المليان، ما بقاش قاعده طول الوقت دور الضحيه. انا ما كملتش النقطه اللي فاتت دي، ان انا قاعده دلوقتي دور الضحيه، دول عملوا فيا، دول سووا، ده انا خسرت، ده انا والألم عمال يزيد وانا مش بتعلم. انا الألم عمال يزيد، ربنا بعت لي دي مره هنا الحاجه دي اتألمت فيها مره، ودخلت نفس الحاجه اتألمت فيها مره، واقول لا دي غير اللي فاتت. مع ان احنا لو كل تجربه احنا دخلنا كتبناها، يعني يا ريت يبقى عندنا. انا عملت برضو الحاجه دي، كنت بكتب اليوم بتاعي بيمشي ازاي، ايه الاخطاء اللي وقعت فيها النهارده، وايه الحاجات الكويسه اللي انا اتعلمتها، وايه الحاجات الايجابيه اللي انا شفتها النهارده، انا ممتنه لايه، وايه المواقف اللي ضايقتني النهارده واتعاملت معاها ازاي. فانا لما كتبت كده وبقيت ارجع مثلا في اخر السنه للحاجات اللي ضايقتني والاخطاء اللي انا وقعت فيها، انا لقيت نفسي يعني كم مره في السنه بقع في نفس الخطأ، بقع في نفس الخطأ، بقع في نفس الخطأ، بقع في نفس الطريقه، نفس رد الفعل، نفس كل حاجه، وارجع اقول انا اول مره يحصل لي كده، انا ليه بيحصل لي كده، انا ليه. طب ما ابص لرد الفعل، ما ابص لطريقتي انا في التعامل مع الموقف. فمن هنا تخلصت من الألم. لما رجعت بقى بصيت، انا ده انا ممكن اكون بتحسس زياده مثلا في الحته دي، لا يا هدى، يعني الموقف انت وقعتي فيه قبل كده، فانت المفروض ما كانش رد فعلك يبقى كذا كذا كذا، لازم واكتب، لازم يبقى طريقتك كذا كذا كذا، الموقف الفلاني لما بيحصل في تعاملك مع كذا لازم تتعاملي فيه بالطريقه الفلانيه. فبدات اتعلم من اخطائي. ده كمان هيزود خبره، هيخليك انضج بسرعه شديده جدا. ومش بس كده، كمان هيعلمنا اهم حاجه نتعامل مع ألمنا ازاي. هنتعلم نتعامل مع الألم ازاي. يا جماعه، ما تخلوش الألم يعيشكوا في دور الضحيه. اهم حاجه في كل ده ان الألم للمره التانية ما يعيشكوش في دور الضحيه. عندك حاجه عالجيها، حد مضايقك سيبيه، اقعدي الخناقه اللي حاصله عالجيها، ما تسيبيش نفسك في خناقه، ما تقعديش او ما تقعدش في وقت طويل بتحرق في ألم. نقعد نحل الألم ده مهما كان القرار اللي ناتج عنه، فانت مسؤول تتخذ القرار اتجاه الحاجة دي، وعدم اتخاذك للقرار وركن المشكلة على الرف وعدم حلها، ده في حد ذاته قرار
عن السكوت، ومتحمل ومسؤول عن الخطوة دي، متحمل ومسؤول عن سكوتك. فما ده في حد ذاته دور ضحية. الحاجة التالتة واحنا بنتعامل مع الألم بتاعنا، ودي أصعب حاجة اللي هتخلينا نوصل للحاجة الأولانية أصلا، المواجهة. المواجهة بكل أشكالها صعبة. معركة، الحرب بقى، احنا المعركة ما بين القلب والعقل دي معركة، انت قاعد بتخانق مع نفسك. فانك تواجه وتقول انا عندي مشكلة ده صعب. ممكن في حد متعلق بحد ساعات ده بيأذيه، فهو مكنسل وعمال يفوت، قلبه عمال يعدي هديله فرصة مرة والتانية والتالتة، والعقل عمال يقول له يا ابني انت عامل كذا كذا كذا، بس هو بدأ بقى ايه، يكنسل عقله. فبقى في ألم هو مش عارف مصدره ايه، هو في ألم بس هو مش عارف مصدره. وهنا تكمن ان هو مش مواجه نفسه. ففي ألم، في عدم راحة، في شعور بالتعب، بس هو مش عارف منين. اللي مش عارف منين دي، الحتة دي معناه ان انا مش مواجهة، معناه ان انا عندي ألم عمال ينهش فيا من جوايا، بس عمال اخد مسكنات واقول لعقلي خلاص بقى انام بقى دلوقتي، اخد مسكن اصل بكره يتغير، اخد مسكن اصل ما كانش يقصد، اخد مسكن ده خانك يا بنتي والله العظيم احنا شايفينه بيخونك هناك اهو، لا 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 ده اكيد بنت خالته، مع انه هو ممكن يجي يقولك انا بخونك، لا لا ما كانش يقصد، واخد مسكن، نزله وتعدي واخد مسكن، افضل اضيع في وقت وافضل مسكن. مفيش مواجهه، انت مش مواجه نفسك. قاعد في شغل بيأذيني، مدير خصم لي بدون سبب، مش مقدريني ماديا، شغل اكتر من العادي والمعتاد، وما بكتسبش خبرة، بشتغل 12 ساعة وباخد راتب قليل جدا، كل شويه خصم جزا وهم بياخدوا حقهم مني تالت ومتلت، زمايل في الشغل مش كويسين، بيسرقوا شغلي، بيسرقوا مجهودي، بيتعلموا مني. اي نعم احنا بنحتسب لله سبحانه وتعالى، واحنا لازم نكون حاطين في دماغنا في اي حاجه في الدنيا ان احنا بنعامل ربنا سبحانه وتعالى قبل ما بنعامل الناس، عشان احنا مش في غابه. واحنا لو بصينا لمعامله الناس لينا بس بدون ما نبص لربنا سبحانه وتعالى وتعاليم سيدنا محمد عن المودة والإحسان وإن إزاي نتعامل في الدنيا، هتبقى غابة. فإحنا لازم يكون عندنا الحتة دي. طيب نرجع لموضوعنا. قاعد في شغل ما حدش بيقدرني، ما باخدش راتب كويس، ده ألم، ومش مواجه نفسي، مش مواجه لنفسي ان انا ممكن اكون انا ما ببذلش مجهود يا فلان الفلاني علشان امشي من المكان ده، فانا فضلت هنا بقدم في شغل، والله يا جماعه انا دور الضحيه، انا مش بقدم في شغل والله العظيم بس بترفض. طب بتترفض ليه يا فلان الفلاني؟ معرفش، مش قادر يواجه نفسه ان هو ممكن ما يكونش يستحق يمشي من المكان ده، فهو قاعد في مكان اقل منه. ممكن يكون شخص عنده كواليتي كويس جدا وشخص كفء جدا، بس مش قادر يواجه نفسه انه خايف يمشي من هنا، لان الناس ساعات بيبقى بالنسبه لها المألوف احسن مليون مره من الحاجه المجهوله اللي انا مش عارفها. فانا مش قادره اواجه نفسي واقول لا انا انا خايفه، فلان الخايفه دي هتدخلني في خناقه. اللي انا لسه قلت انا لازم نتعلم، اللي انا فتحت بيها الفيديو، لازم نتعلم ازاي نقعد في الخناقه دي، لان لما اتعلم اقعد في الخناقه دي هفهم ازاي اتكلم مع نفسي، لان انا لو ما اتكلمتش مع نفسي واتعلمت ازاي اتكلم مع نفسي هفضل طول عمري عايش في ألم. كل يوم بيمر بينا مواقف مؤلمة، فلازم زي ما قلت من شوية نتعلم ازاي نتعامل مع الخناقة دي. المواجهة صعبة، بس اول ما اتعلم ازاي اواجه نفسي، اول ما اتعلم اقول لنفسي اللي انت فيه ده غلط، اول ما اتعلم اقول لنفسي انت ما تستاهلش ده، فنفسي تقول لي لا لا خلاص لا مش عايزه اتكلم في ده، اقول لها لا تعالي لي هنا، لا ليه،
مش عايزه اتكلم، قومي نشرب كوبايه شاي وكبري دماغك من الموضوع ده دلوقتي، بعدين نبقى نتكلم. الاقي نفسي بلهي نفسي، انا كده خايف، انا كده مش عايزه اواجه، انا كده مش عايز اخش في خناقه. الخناقه دي اول ما نبدا نواجه هنخش في الخناقه، هنحل المشكله، هناخد قرار غالبا هيسبب ألم، بس الألم ده هو الدواء. الدواء مر، ولو أنا تجاهلت المرض بتاعي اللي ألمني هيفضل ينهش فيا ينهش فيا ينهش فيا. حاجات العلاقات المؤذية، المشاكل أيا كان في البيت، الشغل اللي بيأذيني، كسلي. انت عايزه اقول حاجه، انا ممكن اكون مش في علاقه، مش بشتغل، مش بس انا فعلا عندي مشكله دلوقتي، الفراغ. فانا لو انا واجهت نفسي وقلت لنفسي انت قاعد متضايق، مش في نفسنا ممكن تقول لنا ده نوع من انواع الالم. على فكره الالم اشكال وانواع، بس انا اديت يعني حاجه، او زي ما بيقول كده النجار معاه شاكوش ومنشار، بقول لك ازاي تستعملهم عشان لو طلب منك باب تعرف تعمل، لو طلب منك شباك تعرف تفصله. فلما نتعلم الحاجات دي ونفهمها، ايا كانت الالم اللي هنقابله، ايا كانت المشكله، هنعرف نتعامل معاه. الكسل، لو انت ممكن تبقى قاعد في البيت وعندك كسل، اصلا عندك مشكله كسل، ده ممكن يسبب لك الم وانت مش واخد بالك. انت قاعد قدام التلفزيون، قاعد بس تعبان وعمال تطنش الصوت اللي بيقول لك في دماغك يا ابني انت زهقان، يا ابني انت تعبان، يا ابني الوضع ده مش مريح، وانت تقول له مش مريح ليه؟ بس خليك قاعد اقعد كده، تعالى نعمل لك كوبايه شاي، اقعد جنب على الكنبه. عقلك بيقول لك ان في مشكله. زي واحد اعتبر صاحبك وقلبك دول صحابك، ولو واحد قاعد معاك في الشقه بيقول لك الحله اللي جوه على النار بتولع، هتقول له يا عم سيبها تولع؟ لا، هتقوم تطفيها. عقلك كده عمال يقول لك في مشكله، ما تقوم تحلها. ايه رأيك؟ فاحنا لازم نتعلم نسمع صوت القلب، صوت عقلنا، صوت قلبنا وصوت عقلنا. ربنا سبحانه وتعالى ادانا قلبنا ميزنا بيه كبشر. الشعور الإنساني، احنا بشر، ومش بس بشر، احنا بني آدم. ربنا ميزنا بالعقل وبقلبنا ومشاعرنا ان احنا نعقل الحاجة، وقلبنا ومشاعرنا ان احنا نحس. ثقوا كمان في حاجة لما نتعلمها، ثقوا في شعوركم. في شعور كده انا مش مرتاحة تجاه الحاجة دي. عقلك ممكن يبقى بيحلل حاجة، الحكم اهو، عقلك ممكن يكون شايف حاجة من بره كده، الحاجة ما هي الحاجة كويسة من بره، ما هي الحاجة كويسة، ما هي الحاجة دي ما الناس دي شكلها كويس، ما انت ليه يا قلبي بتقول ان هم مش مريحين؟ انا قلبك ممكن يقول انا مش مرتاح. بس ساعات القلب بيبقى عنده شعور ممكن يسوقك، فاحنا لازم نبقى حكم. والله عقلي ترجم حاجات مع الوقت. طبعا الطريقة دي احنا اصلا الطريقة دي هتبقى طبع، هتبقى في شخصيتنا لما نتمرن عليها مرة واتنين وتلاتة. مع الوقت هقول ما ممكن يكون يا قلبي انت احساسك غلط، مش عارفه ايه، يمكن علشان هما شكلهم كذا كذا فانت حاسس بكده. فعقلي يقول ممكن فانا في جوايا حد قاعد لازم يبقى طول الوقت معايا، زي الحارس كده، زي صاحبي معايا كده، شغال معايا، بيتكلم معايا، بيحلل فوق وتحت، هنا وهنا، هنا وهنا، ميزان. وارد جدا الكفة دي الطب وسامح نفسك عليها لو اخطأت، وارد ان الكفة دي الطب وسامح نفسك لو اخطأت. وتعلم انك تسامح نفسك على الاخطاء، ان احنا بني ادمين، وارد جدا ما نصبش، وارد جدا نغلط، وارد جدا نقع في الغلط، وارد جدا ان احنا ما نكونش اصح ناس، ما نكونش اذكى ناس. خبرتنا ممكن تخوننا، خبرتنا ممكن توقعنا في اخطاء. حلو، جميل،
هي دي النضارة والتجربة اللي المفروض تعلمني وتخليني اتعامل مع ألمي صح، عشان لما اقع تاني فيها ابقى تمام. انا عرفت الحاجة دي في التجربة اللي فاتت، انا لما عملت الحاجة دي ما كانتش صح، فانا لازم اعملها. يبقى عندي لستة كده. ولازم ننتبه ان صوابعنا مش زي بعض. لما بنفتح كتاب، بالذات كتاب الجبر والاستاتيكا والميكانيكا، في طريقة لحل المعادلة، في طريقة في الفيزياء الكيمياء برضو ما ننساهاش، في طريقة لحل المعادلة، احنا عارفين الطريقة، بس الحاجات المعادلات والأسئلة بتختلف من حاجة لحاجة، الأرقام، الشكل بتاع المسألة، بس في باطنها هي نفس الحل. وزي ما قلت من شوية، هي التجارب والاشخاص مختلفين، لكن ممكن من باطن التجربة الحاجات دي كلها واحدة. الصوابع مش زي بعضها، علشان خاطر ندرس الحاجة الاول قبل ما نتعامل معاها، ويبقى فيه هدوء وفيه تراخي كده ما بين قلبي وعقلي. ندرس الحاجة الاول قبل ما ابدأ بقى ايه، والله المعطيات بتقولي 1 2 3 وانا ممكن اتخذ ده كحل مبدئي، زي المعادلة بالظبط. الحل الاولاني كذا، فانا الحل الاولاني بدأ ياخدني لحاجة تانية، فالحاجة التالتة تاخدني لحاجة رابعة. المشاكل والاشخاص والناس بيمشوا كأننا بنحل معادلات، ومحدش يقول لي هي مالها الدنيا صعبة كده. هي الدنيا صعبة الحمد لله، بس هو اللي الدنيا ليها قوانينها والرولز بتاعتها. لو انا ما مشيتش عليها، مش لو انا ما مشيتش عليها، لو انا ما اتعلمتش ان الحياة ليها الطريقة بتاعتها، ليها الواي بتاعتها. اصلا في الحياة وانا قد الحياة، اصلا انا بتألم، فهتعلم ازاي اتألم. مش هسكت، مش هركن على جنب. في الاول وفي الاخر القرار قراركم والاختيار اختياركم. فلو قررتوا انكم انتوا تكبروا دماغكم، فانتوا مسؤولين على الاختيار ده. ولو انتوا قررتوا ما تواجهوش، فانتوا مسؤولين على الاختيار ده، فمحدش يهرب منه. تحملوا ألم عدم الاختيار، يا اما نتحمل ألم العلاج بتاع الحاجة اللي انا واجهتها، اللي هتجيب لي ألم برضو. فانا بعدين هحل الألم ده وهبقى اهدى واحسن بعدين، لان ربنا سبحانه وتعالى بيعوض. ربنا سبحانه وتعالى بيدينا حاجات احسن. لو في ألم انا اتعرضت له، انا مش عارف الألم ده انا اتحطيت فيه ليه، خليك متأكد ان ربنا سبحانه وتعالى بيعوض. ربنا سبحانه وتعالى بيدينا احسن، والله 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 ربنا سبحانه وتعالى بيعوض. وهنيجي نضحك في يوم من الايام عن الحاجة اللي انا مش فاهم انا ليه خسرتها دلوقتي. ممكن يكون ربنا حطك في الحتة دي، خد هنا اتعلم الحاجة دي دلوقتي، بعدين امشي، علشان انا في درس انا شايلولك قدام، في حاجة، في شخص، في وظيفة، في حاجة انت ما انت مش عارف. ربنا في وقت هيغير مسارك من هنا لهنا، فتقول ده انا كان من 3-4 سنين حصل لي موقف كذا 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 وانا ما كنتش فاهم. هنا هتفهم دروس الحياة، هتفهم قد ايه ربنا سبحانه وتعالى لما تسلم على قلبك. لان في حاجات عمرك مهما قامت خناقه ما بين قلبك وعقلك عمال يفهمك، وممكن ده انا ممكن عقلك وقلبك يقعدوا يتحايلوا عليك، يا ابني انت اوريدي مواجه اوريدي، وانت مش فاهم. انا مش فاهم، ما انا عملت كل حاجه، انا دورت على شغل، انا بس انت مش فاهم. قلبك عمال يقول لك انا حزين، وعقلك عمال يقول طب ما هنعمل ايه. الاتنين واقفين مش عارفين يعملوا ايه، وده وارد يحصل.
هنا ساعتها هتقول لقلبك وعقلك ربنا شايل لنا الأحسن، والله ربنا هيعوضنا، معلش احنا مش عارفين هتصبر وهتصبر، وكل ما تصبر لو اشتدت هتصبر، تقول يا رب ان شاء الله خير، ان شاء الله عوض، هتقعد تعيط ان شاء الله خير، ان شاء الله عوض. اصبر يا قلبي، معلش طبطب على قلبك كله، اصبر، ربنا كبير، وخليك واثق مهما الشيطان ضحك عليك وقالك لا دي ضلمه، دي كحل، دي سواد، لان الشيطان يعدكم الفقر. دايما اول ما تقع في مشكله، في الم، هيروح جاي شفت، مش قلتلك، مش عملتلك، ده انت، لا 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 لا. قول لنفسك اول ما تحس بكده اه استحذر من الشيطان الرجيم، خير ان شاء الله خير. محتاجين برضو يبقى عندنا ان احنا نقوي ايماننا، وايماننا بالقضاء والقدر، ان في حاجات احنا فعلا ممكن نقع فيها احنا مش مختارينها، فاحنا لازم نتعلم ازاي في الوقت ده، طالما انا ما قداميش حاجه غير اني اصبر، وغير اني انا لو انا الحاجه دي انا خسرتها بدون اختيار مني، فانا اتعلم. وانا اتكلمت ده في الحلقه اللي فاتت عن ان في حاجات ممكن اخسرها، بس هنا الوقت اللي الالم فيه بتاعي بيبقى مسيطر. فانا هنا محتاجه اقول لنفسي انه لو انا ما فيش في ايديا حل، اقول لنفسي اهدي اصبري لعله خير. لو انا فعلا ما فيش في ايديا حل، انا بعمل وبسعى تمام، بس ربنا لسه ما اذنش، ربنا مش عايز الحاجه دي عشان شايفها اقل بكتير من ان انا استحق، فربنا مش شايل لي حاجه حلوه بعدين. لو انا استوفيت كل حاجة انا عملتها، علشان في فرق كبير ما بين ان انا اكون راضية، وما بين ان انا ابص تحت رجلي، وما بين ان انا اعيش دور الضحية. اتمنى ان الفيديو بتاعي ما يكونش طول عليكم، دمتم سالمين، دمتم معافين، يا رب يا رب يا رب دايما تكونوا كويسين. ولو انا الفيديو بتاعي عجبكم بليز دوسوا سبسكرايب، عشان انا فعلا ببذل مجهود في الحاجات دي. وفعلوا زر الجرس علشان لو قابلكم لو نزلت فيديو تاني يعجبكم. وان شاء الله هحاول التزم معاكم في فيديو اسبوعي، على الاقل مره في الاسبوع او كل 10 ايام. هنتكلم طبعا، هيبقى كل الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله هتبقى بتاعتنا احنا كبشر. هنحاول نعتمد على كتب، هنحاول نعتمد على التجارب الحياتية، الخبرات الحياتية، ونتعلم منها ونستفيد منها، علشان خاطر حياة احسن، مستقبل احسن، وواقع افضل، وعلاقة بالنفس وباللي حوالينا تخلينا مطمئنين على قد ما نقدر. بحبكم كتير 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 كتير، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله الاسبوع الجاي. باي باي، كل سنة وانتم طيبين.